جماعة دخلنا السنتر، حصل لي فيه موقف. طبعا ما انصح فيه السنتر حق فرانكفورت، ما انصح فيه مرة، لا حد يجيه، كل عصابات وكل بياعين مخدرات بانواعها، الحشيش، المرجوانا، المدري وش هو، البودرة، الكوكايين، هالسوالف كلها. فما انصح احد يجيه. طبعا انا كنت ماسك جوالي وبصور، على طول جيوني المجموعة ذولي، يمكن يتكونون من 7 إلى 8 أشخاص معهم حرمتين، فالتفوا علي كلهم ويقولوا ممنوع التصوير ومدري وش من هالسوالف. وجاء واحد وراي يفتح الشنطة يبي ياخذ منها، طبعا يده خفيفة مرة، ما انتبهت له وانا قاعد اتكلم مع ذولي، على طول انا انتبهت ونفضت يده كذا وصحت عليه. اي اكمل لكم، فاقول لكم انتبهت له في اخر لحظه، لقيته قد فتح نص الشنطه، على طول نفضت يده كذا وقعدت صايح عليه. فعلى طول هرب هو، ووقف هناك قدامي يتكلم بالانجليزي ويسوي حركات غير لائقه، ويتكلم مدري وش يقول، وكلهم التفوا حولي. المهم اني تصرف سريع، على طول قفلت شنطتي، اخذت واعطيتهم ظهري ومشيت، ويتكلمون ويمشون وراي وانا اوقف واتكلم عليهم بصوت عالي، فكأنهم ما ودهم بالفضيحة، فيرجعون. لين ما مشيت ورجعت ورحت لحقت اخوياي، كانوا قد طلعوا قدام. رحت فالسنتر حق فرانكفورت ما انصح فيه نهائيا لا احد، لان كل بياعين وكل عصابات ومتشردين. وبعدين اصلا السنتر حق فرانكفورت يعني ترى ماش يعني مرة قديم، وأول مرة أشوف سنتر زي كذا، كله عشوائي، ما أنصح فيه مرة. ترى ما حد، يعني الحمد لله ما حد خذ مني شيء. جتنا الناس تسأل يقولون أخذوا منك شيء، لا الحمد لله، لحقته في آخر لحظة وش اسمه، ومسكت الشنطة على طول ودفيت يدي. فيها مبلغ مالي كبير، فيها جواز السفر، فيها أشياء مهمة كثير، فالحمد لله إن ما حد قدر ياخذ شيء، وإني انتبهت في اللحظة الأخيرة، اللهم لك الحمد. تدرون وش اللي يحير صدق؟ إن الشرطة بالسنتر في كل مكان، دورياتهم موجودة في كل مكان، موجودين في السنتر، لكن هذولي قاعدين يشتغلون في وضح النهار عادي، يبيعون، ينشلون، يسرقون من المارة. والله انه يبيع قدام عيني، يعني ياخذ فلوس ويسلمه، والشرطة موجودة في كل مكان، وكأن الشرطة عندها خبر بالموضوع، يعني انهم مخلينهم على راحتهم. فاذا كانت الشرطة هذا وضعها، فما لك الا انك ما تعتمد على القانون هنا والحكومة هنا، لان الوضع واضح انهم ماخذين راحتهم على الاخر. فانتبهوا من سنتر سيتي لفرانكفورت. الحين ما شاء الله تغير الوضع، نهاية السنتر تغير الوضع، الوجيه تغيرت، المحلات، البراندات، الدنيا تغيرت شوي. لكن دخول السنتر من جهة محطة القطار المركزية مرة مشكلة، لا أحد يجي من هناك. شوف هنا ما شاء الله، شوف حتى الوجيه تغيرت، يعني في ناس هنا ما شاء الله، هناك عشوائية وجيه أعوذ بالله متلوية.